أشهى وأزكى حلو ممكن تاكلوه بحياتكم. اشي بشهي وسهل وسريع وب3 مكونات بس. زي ما انتو شايفين طعم روعة وكمية قليلة بتبرك. أحلى ضيافة. يعطيكم العافية. اليوم بحلو جديد. خليني أبلش مباشرة. هاي شعرية باكستانية زي ما انتو شايفين. فرمت على الماكينة للأسهل. المقدار اللي بدي 4 باكيتات، بس حبيت أوريكم نوع الشعرية. هاي كتير ممتازة. في أنواع بالسوق كتيرة، بس صراحة هذا أحسن نوع. ليش؟ الأنواع الثانية فيها نشويات، يعني لما باجي بشتغلها النوع الثاني جربته بتلاقيها بتنشي الحبة وبتنشف، يعني بعملها يوم ثاني يوم بصحى بلاقيها الحبة ميبسة لما باجي باكلها. هذا النوع شايفين كيف؟ والتحميصة هاي بهذا اللون شايفينه كيف غامق لا فاتح. في كتير انواع فاتحة بس نشوياتها بتكون نسبتها عالية. فراح المقدار راح احتاج 4 من هدول، راح احطهم بالطنجرة احمصهم. خليكم معي اورجيكم الباقي. هاي رديت فرمت الكيسين الثانيات، شايفين كيف؟ بهذا الحجم بدي اياه بالضبط. اذا ما بدي اطحنه على الاخر انه برضو زي ما حكيت لكم بنشف. هاي حبتين والباكيتين، هاي الباكيتين الثانيات بضيف عليهم اصبع زبده عباره عن 100 جرام. بفضل نوع المراعي او لوربك، كتير طيب ودسم لإلها. هاي المراعي طبعا انا عندي كبير، قسمت بمقدار 100 جرام. مباشرة راح احطهم على النار احمصهم. هاي النقطة هون مهمة كتير عندي، لازم يتحمصوا منيح منيح على النار. يعني راح تاخد ربع ساعة تحميص على نار وسط اول اشي لحتى تحمى، وبعدين على نار قريبة للهادية، وضل اقلب بتضل ايدي فيهم لحتى يتحمصوا وتدوب الزبدة ويعطيني هيك لون لسه اغمق من هذا. بعد التحميص راح اورجيكم كيف بتطلع. هلا رجعنا، شايفين كيف بعد ما حمصتها منيح منيح صار لونها على بني مباشرة وهي حامية. طبعا وهي حامية بضيف عليها علبة حليب مكثف كاملة وبحرك. سامعين الصوت كيف تشربت؟ بحركها كلياتها مع بعض. شايفين كيف خلطتهم؟ هيك تجانست. هلا راح اورجيكم كيف طريقة تشكيلها، بس باثناء شغلي راح اغطيها تمام لحتى ما تنشف معي. هلا بالنسبة لتشكيلها انا بدي فستق حلبي، بس انا بفضل يكون الفستق الحلبي حب مش مبروش، اهم نقطة. وانا ابرشه او ادقه بالبيت زي ما انتم شايفين. راح اعمله بالماكينة، طبعا راح اعمله خشن يا دوب وزة صغيرة. شايفين عملته بهذا الشكل، بدي اياه يكون خشن. هاي لطريقة تشكيلها، خليكم معي تشوفوا. هلا هذا طريقة التشكيل بقالب الثلج او اي قالب عندك، سيليكون، قالب ثلج، قالب اشي اللي بتحبي اللي بتفضلي. انا عندي قالب ثلج، راح اغلفه، حتى مش اغلفه بس امزع من الجيلاتين. راح افرده هيك بالطريقة هاي واحطه عشان تسهل والحبة تطلع معي بشكل سريع. هاي الفستق الحلبي راح احط كمشة صغيرة بالقاع بعد ما حطيت الجيلاتين، وبحط كمية. الوردة مغلبتني ليش؟ انت مغلبتني ليش؟ انا حطيتك بس مشان التصوير، ليش بتدخلي؟ عرق الخضار بالتصوير حلو. فهي كمية وراح احطها وادق منيح زي ما انتم شايفين. راح ارصها بايدي منيح لحتى الخليط يلزق بالفستق الحلبي، ومباشرة بطلعها وبقدمها. تصير عندي بهذا الشكل، حلوة بتشهي، سهلة سريعة. عندك ضيوف مباشرة بتعمليها ومستحيل يفكروكي انت عاملتيها على قد ما هي طيبة. راح اعمل لكم كمان حبة لتأكيد الوصفة. فستق حلبي بالقاع، طبعا لا تكتروا لانه بالتالي الزيادة راح يهر. حطوا شوي بس اللي يلزق براس الحبة. وهي كمية وبرصها منيح
بشد عليها لحتى الفستق الحلبي يلزق بهالطريقة، ولا تشدوا كتير كتير وترصرصوا لانها بتنشف، هذا بعد تجربة. بطلع الحبة بتطلع عندي بهذا الشكل. هحطها طبقة تقديم، بس اكمل راح اورجيكم كيف الشكل النهائي. يعطيكم العافية. وهيك خلصتها، شايفين ما شاء الله الكمية كبيرة كمان ما شاء الله، ممكن تقريبا عملوا 45 حبة. بتشهي يعني قد ما اقولكم بتشهي. انا هي نفسها بستخدمها دايما للزنقات، بيجي عندي ضيوف سريع مباشرة بطول وبعمل، لانها بالنسبة لي تحلاي، خرج تتضيف لاكابر، خرج تتضيف لجميع الناس على قد ما هي طيبة. والف صحة وهنا يا رب للجميع. اذا عجبتكم لا تنسوني من خالص دعائكم. يعطيكم الف عافية.